تعرفوا ان ايران عملت خدمة كبيرة قوي للدول العربية والمنطقة العربية والشرق الاوسط كله، ومن ضمنهم دول الخليج اللي فيها القواعد الامريكية اللي بتهدد ايران. عملت لهم خدمة كبيرة قوي، وحطت من ضمن الشروط بتاعتها علشان توقف الحرب، من ضمن الشروط دي اخلاء القواعد الامريكية من الدول العربية. شالت عنهم الحرج. يعني هم المفروض هم يقوموا بالموضوع ده وبالمهمة دي، إزاحة القواعد الأمريكية اللي تسببت في المشاكل دي. لكن ما طلبوش، خايفين يطلبوا من الأمريكان يقولوا لهم طلعوا القواعد بتاعتكم بره، أو خايفين يكرشوهم. إيران بقى عملت لهم الواجب ده. المفروض إن أنتوا تحفظوا لإيران الواجب ده على فكرة. إيران يا جماعة دولة مسلمة بتحارب كفار، وانتوا كمسلمين تقفوا مع مين؟ مع الكفار ولا مع المسلمين؟ ده سؤال منطقي يعني، والإجابة منطقية طبعا وكله عارف الإجابة، لكن اللي بيحصل غير كده. ودي الحقيقة. مشكلة إيران إن هي مش بتكذب. مشكلة إيران إن هي دولة يعني بتدافع عن الحق وبتقاتل بجد وبتدافع عن حقها. يعني هي حقها كده. انضربت دولة، حد اعتدى عليها، هيسكتوا؟ انت عندك قواعد امريكيه بتضربني، هسكت؟ هسيب القواعد الامريكيه تضربني ولا هضرب فيها؟ هم بيقولوا تصريح كده صريح علني: احنا بنضرب في القواعد الامريكيه، مش بنضرب، ملناش دعوه بقى بفلان والدوله الفلانيه او العلانيه، احنا بنضرب في القواعد الامريكيه اللي بتضرب فينا. بس الموضوع ما فيهوش اي حاجه. وترامب ده كذاب وهبل وعبيط وراجل مش مظبوط ورئيس دوله مش مظبوطه. لكن الا ما رحم ربي، في ناس برضو كويسه في امريكا، وناس وقفت مع الحق، وامريكان وما يعني ما لهمش دعوه يعني ممكن يكون في حد مثلا من امريكا نفسها وصاحب منصب جوه امريكا وبيقف مع القضيه وضد امريكا نفسها. وده بيحصل. ترامب ادى مهله 48 ساعه لايران، وقال لهم انا بعد ال 48 ساعه هضرب منشآت الطاقه بتاعتكم. بعد التصريح ده الدنيا غليت، البترول غلى. وطبعا انتوا عارفين ان كل الدول شغلها كله معتمد على البترول والمواد البترولية. فطبعا الاسعار ارتفعت في كل حاجة، والدنيا يعني اتلخبط حالها. لما ترامب عمل كده امريكا نفسها والشعب الامريكي والامريكان نفسهم قاموا عليه وبقوا ضده وبقوا ضد القرارات دي كلها وزعلانين ومش عاجبهم على فكرة. ايران ردت عليه وقالت له لو انت هتضرب منشآت الطاقة بتاعتنا احنا كمان هنضرب. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، اللي انت هتعمله العين بالعين والسن بالسن، اللي انت هتعمله احنا هنعمله واحنا مش هنسكت. وعايزهم يفتحوا مضيق هرمز، لو ما فتحتهوش انا هضرب. حلو، هو دي المهله اللي كان مديها لهم 48 ساعه علشان يفتحوا مضيق هرمز. لما لقى نفسه محطوط في ورطه قام قايل تصريح كذاب وما حصلش. ايران كشفته. ايه هو التصريح بقى؟ قال انا بدات مفاوضات مع ايران والمفاوضات دي مثمره. قامت ايران رد عليه وقايله له احنا ما فيش حد اتفاوض معانا وانت ما تفاوضتش معانا، ولم يحدث تفاوض ما بيننا، وما فيش تفاوض ما بيننا الا لما تحققوا الشروط اللي احنا طالبينها، ومن ضمنها خروج القواعد الامريكيه من دول الخليج. دلوقتي الشعوب العربيه كلها بعاطفتها، وممكن العالم كله، بس الشعوب العربيه بالذات بالعاطفه بتاعتها واقفين مع ايران، مع ان في ناس كتير ما تعرفش ايران ولا تعرف عن تاريخها حاجه. لكن ايران دوله كويسه، وكفايه اللي هي بتعمله، كفايه الوقفه اللي هي وقفتها، كفايه الشجاعه بتاعت الايرانيين والحرس الثوري الايراني. دي كفايه شجاعتهم ان هم واقفين قدام اكبر دوله في العالم اللي متغطرسه ورئيسها متغطرس ومش عاجبهم، وضربوهم فضربوهم وردوا عليهم. ما عملوش زي ناس تانية وساكتين وبياخدوا على دماغهم وساكتين. دافعوا عن فلسطين. يعني من ضمن الكلام ده كله ايران بتدافع عن الفلسطينيين وبتاخد حق الفلسطينيين من الكيان اللي دمر فلسطين واهلها وقتل شبابها واطفالها وحارمها. المفروض ان احنا نسقف لايران ونقول لها شكرا، نقول لها شكرا على اللي هي بتعمله وعلى اللي عملته. خلتهم يجيبوا ورا. بالبلدي كده احنا كلنا عايزين نكون ايد واحده. العدو بتاعنا معروف، عدونا معروف، هي ايران. المفروض ان هي سحبت الكل، يعني هي سحبت البساط من تحت الكل، والكل دلوقتي بالنسبه للشعوب واقفين مع ايران. ايران مش عايزه من دول الخليج حاجه، ولا فلسطين عايزه من دول الخليج حاجه، بس هم عايزين منهم ان هم يبطلوا دعم للناس اللي بتضربهم. بطلوا دعم
الناس اللي بتضرب المسلمين. هو انتم مسلمين؟ دول الخليج اتباعت. امريكا كانت حاطه لهم قواعد علشان تحميهم. اول ما حصل اللي حصل باعوهم وسابوهم بينضربوا ومحدش عارف يعمل معاهم حاجه. وايران بدات تاخد اجراءاتها، والحاجات اللي بتحصل والاحداث اللي عماله تحصل دي كلها من اول ما الحرب ابتدت. انا في وجهه نظري الشخصيه وفي وجهه نظر ناس كتير، ايران منتصره. كفايه شجاعتها، ده انتصار. كفايه شجاعتها ان هي واقفه قدام كل ده انتصار كبير جدا على فكره. يا رب ناخد بالنا كلنا من عدونا الحقيقي ونبقى ايد واحده، وان شاء الله اللي جاي كله خير، وربنا يقدم ما فيه الخير وينصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب العالمين. وشكرا ليكم.